ازيكم؟ رودري اصبح تاني افضل لاعب ارتكاز خد البالون دور، وتالت افضل لاعب اسباني خد البالون دور. خد احسن مين؟ فينيسيوس جونيور اللي هنتكلم عليه في الحلقه، وهنتكلم عن رودري في الحلقه. هل رودري يستحقها؟ هل فينيسيوس بالون دور ماتيريال؟ هنتكلم عن ده كله في حلقه الشمسيه ولاكس كولا جرافا عصريين. ازيد ماجد ودي منتدى، ويلا بنخش في الحلقه عشان عندنا كلام كتير قوي على البالون دور. يلا نخش في الحلقه. طيب قبل اي حاجه كده، البالون دور بيترشح عليها ازاي؟ البالون دور بيترشح عليها ان انت عامل اداء حلو قوي في الموسم، بلس عليها كمان ان انت عندك 100 تصويت لعلى 100 دوله في التصنيف بتاع الفيفا. فانت عندك كميه صحفيين هم ما لهمش علاقه بالكوره بيخشوا يصوتوا. هم ممكن ما يبقوش يتفرجوا على كميه الماتشات اللي اي حد بيتفرج عليها في الدنيا، بس هم دخلوا صوتوا على اللعيب اللي عندهم انتماء ليه. عندك فينيسيوس عنده كمية علاقات او كمية مشاكل مع الصحفيين، يا معلم هما مش هيخش يصوتولك. فانت بالنسبة لحته التصويت دي 90% يا معلم هم عندهم مشكلة معاك، مش هيخشوا يصوتولك، فانت خسرت حته التصويت. فانت دلوقتي بتلعب على حته البطولات، بتلعب على حته انك انت اداء فردي وكنت موصل فريقك لحاجه قدام، اللي هو ريال مدريد. فانت موصل فريقك حاجه قدام، اه يا معلم هو انت الكينج. يعني فينيسيوس بقاله 3 مواسم من من اخر موسم لبنزيما هو يا معلم هو شايل ريال مدريد. فانت يا معلم هو بقاله 3 مواسم، الموسم بتاع بنزيما، الموسم اللي بعديه والموسم اللي بعديه، هم حرفيا ال3 مواسم دول احنا من غير فينيسيوس احنا على جنب بالجنب يعني. فانت بحته فينيسيوس انه شايل فريقه، اه يا معلم هو شايل فريقه. اداء فردي هو اداء فردي بحت، يعني فينيسيوس هو اداء فردي بحت. فحته الاداء الفردي دي احنا جايبينها على جنب لفينيسيوس. تمام. رودري اه يا معلم هو اداء فردي، واداء فردي بحت، مع لان لما تطلعوا من السيتي بيتاثر، بيتاثر. بس السيتي بيب جوارديولا بيعوض اي حد، السيتي بيعوض اي حد، ما عندوش اي مشكله. انما ناحيه فينيسيوس لا يا معلم، هو في مشكله في ناحيه فينيسيوس. هو رودري لما بيلعب الناحيه التانيه بيبقى مؤثر، بس انا وانا مطمن عارف ان فينيسيوس، انا طلعت انتقدته في بدايه الموسم ان هو عنده ان هو بيقعدش دكه وان هو بيحفظ كتير. بس يا معلم احنا من غير فينيسيوس هنزعل جامد. احنا من غير فينيسيوس الحته الهجوميه اللي انت تعملها هي مش موجوده. فانت عندك مشكله في حته ناحيه فينيسيوس. فينيسيوس مؤثر مع الفريق جدا، رودري مؤثر مع الفريق جدا، بس اكتر تاثيرا منهم هو فينيسيوس. كمع المنتخب انا شايف ان فينيسيوس مش مؤثر قوي مع المنتخب، بس الناحيه التانيه رودري، لا رودري برضه مش مؤثر. والدليل قبل ما تعمل ديسلايك وقبل اي حاجه، بس الدليل ان انت ما رودري اتصاب في اليورو وطلع، نزل مكانه زواميندي ونزل مكانه ميكيل مورينو، الاتنين يا معلم عملوا اداء. فانا ما عنديش مشكله خالص ان ما هو بيطلع الفريق بيتاثر، بس في اللي يعوضه. الناحيه التانيه مفيش اللي يعوضه. 90% من الخطوره اللي بتعملها فينيسيوس محدش عارف يعوضها. عارف ان رودري ممكن يعوضها شويه، بس يا معلم والله هو فينيسيوس تطور غريب وعجيب حرفيا. بعد ما كان فينيسيوس جاي اصلا ان رودري هو اللي مع رودريجو هو اللي جامد جدا، وفينيسيوس هو البوتنشال اللي بنبني عليه، لان عكسنا يا معلم دلوقتي بقى رودريجو هو اللي ممكن نقعد دكه، وفينيسيوس اللي ما ينفعش نستغنى عنه. في حته الالقاب الفرديه او الالقاب الحاجات الفرديه اللي انت عملتها، لا يا معلم هو انت في حته لوحدك. طيب والناحيه التانيه الالقاب الجماعيه. الالقاب الجماعيه مع فينيسيوس هو خد كل حاجه مع المدريد، بس الناحيه التانيه برضه رودري خد كل حاجه مع سيتي. ونروح بقى على المنتخبات، انت خدت يورو بس ما خدتش حاجه تانية، لان مفيش حاجه تانية اتلعبت ساعتها. فانت خدت اليورو وبدأ جبار حرفيا، اذا كان بقى من رودري ولا اذا كان من بعض اللعيبه، بس هو يا معلم انت محسوب عليك انك خدت يورو. الناحيه التانيه هو ما عرفش تاخد الكوبا، وطلعت باداء هزيل كمنتخب برازيل، ومنتخب فيه نجوم كتير ساعتها. فانت دي الحته محسوبه جدا لرودري. طب ما انت لو هتحسبها بطولات يا معلم، نفس البطولات اللي خدها فينيسيوس هو خدها كارفاخال، ونفس البطولات اللي خدها رودري هو خدها كارفاخال. فانت لو بتحسب القاب، فالقاب كارفاخال عادي يا معلم. هو انا اسف بس جورجينيو في سنه من السنين كان ياخد بالون دور مستريح لو هنتكلمها كالقاب يعني. فيا معلم انت بتحسبها ازاي؟ هو انت مسك لي من حته وانا مسك لك من حته، ما تخليش معايا كل الحتت، ما تخليش معايا كل العطف، وانت سايب لي طرف. مش يعني انت مش ماسك طرف، انت سايب لي كل العطف. فجورجينيو كان واخد اليورو مع ايطاليا، كان واخد الشامبيونز ليج، كان واخد دوري واف اي كاب، كان واخد كل حاجه حرفيا، اذا كانت مع الفريق ولا مع المنتخب.
وما خدش حق يا معلم. هو ما ينفعش يترشح لان هو ما كانش عنصر اساسي، انما كارفاخال يا معلم عنصر اساسي وكان مرشح انت مش مديني، مش سايب لي فرصه يا معلم. لا هو فينيسيوس يستحقها مليون في المية، اذا كانت القاب فرديه ولا جماعيه يا معلم. سيبك من ده كله، هتديني حته تصويت؟ ما هي دي مش عدل. طب ما انت مديني على 100 التصنيف بتاعك على 100 منتخب او 100 بلد. طب ما هو في 101 دي ممكن يبقى واحد بينهم بيفهم يا معلم. يعني احنا بنشوف مثلا السنه اللي خد ميسي وكان مرشح عليها ليفا، هو يا معلم هو ليفا يستحقها مليون في المية، وانت حبيت توديه وطلعت جايزه كده عشان نديها ليفا عشان بس الدنيا تهدى على ليفا. فلا وليفا كان يستحقها قوي، قعد سنتين، السنه اللي اتلغت فيها عشان الكورونا والسنه اللي بعديها هو كان يستحقها برضه. بس انت كان عندك مشكله هنا ان انت عايز تديها لميسي. هو انت بتديها اللي انت عايزه، مش بتديها للتصنيف ولا بتديها للاداء الفردي ولا الجماعي. ففي الاخر يا معلم هي ملهاش معايير، هي ملهاش، ما ينفعش تقول لي اصل معيارها كذا. هو في الاخر باز من لا يستحق. بالنسبه لي انا، بالنسبه لي كان فينيسيوس. بعديها يا معلم لو هنيجي نتكلم في كارفاخال وفي رودري، فحتى مش رودري مثلا ايه باي فار مع اي حد تحته. لا هو يا معلم هو في كارفاخال ورودري عادي. كارفاخال كان مقدم موسم حلو جدا، وودي يا معلم والله مقدم موسم حلو واخد بطولات لنفسه واخدها كارفاخال. فالاتنين جنب بعض، انما باي فار عن اي حد كان فينيسيوس جونيور. طيب اخر حته، هل فينيسيوس هو بالون دور ماتيريال وينفع ياخدها تاني قريب؟ اعتقد ان دي كانت سنه فينيسيوس، اعتقد ان دي السنه اللي فينيسيوس ممكن يبقى يا معلم فيها قدام. اللي جايه ممكن يبقى يمين يامال عادي جدا. يمين يامال يا معلم هو اون فاير من اول السيزون. هل هو هيكمل كده ولا لا؟ هنشوف. هل فينيسيوس بعد النفسيه ما وقعت يا معلم السنه دي والسنه اللي فاتت ان هو يترشح عليها وما ياخدهاش؟ فلا ما اعتقدش ان هو ممكن هيتاثر نفسيا بس اعتقد ان هو هيرجع بسرعه. فده كان رايي، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب على جديد. بس نشوف رايكم في الكومنتات. انا زياد ماجد ودي منتدى. سلام.